فوت علينا بكرة يا سيد دي جملة شهيرة لبرنامج إذاعي كنا دايما بنسمعه واحنا صغيرين. أنا كنت بسمعه في السبعينات. ما أعرفش إمتى بدأ البرنامج من قبل كده، بس أنا كنت بسمعه في الحقبة الزمنية دي من ضمن برامج كتير قوي في الراديو، كانت حقيقي حلوة وكان ليها صدى علينا حتى بعد ما كبرنا. البرنامج كان بيتكلم على سلبيات التسويف وخصوصا فيما يتعلق بالاجراءات، يعني لو حد راح يعمل اجراء معين وفوت علينا بكره مش عارف ايه حاجه زي كده. الغريبه ان بعد يعني سنين طويله لقيت في منهج من المناهج الاولى ثانوي جمله غريبه جدا استوقفتني. انا شفتها في 2011. الجمله تعني ان يعني ما تضغطش على نفسك، لو ما قدرتش تخلص اللي عليك النهارده ممكن تاجله بكره. انا حقيقي ما اعرفش هو ايه المقصود بالجمله ديت. طيب نسيب بقى السبعينات ونسيب 2011 ونيجي للوقت الحالي. كتير بنواجه الموقف دوت اللي هو ايه، خلاص ما ينفعش النهارده خليها بكره. طب هيجرى ايه لو بقت بكره؟ طبعا انا ما بقولش كل الناس بتعمل كده، في ناس بتعمل كده وفي ناس بتبقى حريصه عن ان يا ريت لو نقدر نخلص حاجه امبارح لو نقدر. بس ايه فكره ان اللي ما اقدرش اخلصه النهارده اخلصه بكره؟ اولا يعني ليه؟ السؤال دايما ليه؟ هل عشان انا ورايا حاجات كتير فتلاقي ايه الحجه، انا مضغوط، انا ورايا شغل كتير، انا لا ما مش هقدر اخلص النهارده، لا اصل عندي التزامات. طول ما احنا عندنا قناعه ان في عذر ممكن يتقبله الطرف اللي قصادي لتاجيل المهمه اللي المفروض اخلصها النهارده لبكره او لبعده او لاي وقت تاني، طول ما انا ببقى مستشعر كده ان انا ما عنديش خطأ او انا ما عنديش مشكله في الظروف الضغوط وحاجات زي كده. فاللي خلاني اتكلم عن موضوع فوت علينا بكره يا سيد ان الجمله دي في حد ذاتها بتضيع مننا حاجات كتير قوي. يمكن اللي يصلح لتنفيذه النهارده يفقد صلاحيته بكره. يمكن الحاجه اللي المفروض كانت تتعمل النهارده هيترتب عليها حاجات بشكل كبير جدا، لو اخرنا ساعه او اخرنا يوم يمكن ما اعرفش اعملها. فبلاش فوت علينا بكره يا سيد، خلينا نشوف ايه الخلل اللي بيخليني ما اقدرش انفذ الحاجه في وقتها واحاول اعالجه. العذر دايما الضغوط، المشاكل، ورايا حاجات كتير قوي، انا بشتغل كتير قوي. مع العلم احنا لو عملنا كده تحليل بسيط لحجم الانتاجيه اللي انا بعملها في يوم شغل كامل، ممكن اكتشف انها لا تتخطى ربع المطلوب مني ككفاءه انتاجيه. يعني بشتغل 8 ساعات ممكن الاقي الحصيله لا تتخطى ساعتين، يمكن اقل من كده شويه. الباقي ده بيروح فين؟ لو قدرنا نعرف الباقي ده بيروح فين ونديره بشكل صحيح ونظبطه بشكل صحيح، مش هيبقى عندنا فوت علينا بكره يا سيد.